السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ حاسس إن أنا زهقت شوية من ريفيوهات السماعات، فقررت النهارده أعمل حاجة جديدة شوية وأجيب تليفون في الفئة الاقتصادية، والحقيقة اتفاجئت شوية وأنا بادوّر على تليفون في الفئة الاقتصادية، لإن أنا لقيت كَم تنوُّع كبير جدًا ما كانش موجود من فترة، ولمّا باقول فئة اقتصادية فأنا باقصد الموبايلات ما بين 4000 لحد 7000 جنيه، وللأسف دي بقت الفئة الاقتصادية، ممكن الناس تسمع الرقم ولكن لمّا تشوف إمكانيات الموبايل تتخض شوية، ولكن هو ده اللي بقينا فيه، وهي دي الفئة الاقتصادية حاليًا. المهم أنا اخترت التليفون ده مش علشان هو أحسن تليفون في الدنيا، ولا عشان هو أحسن تليفون في الفئة، ولكن لقيت إن سعره منافس بشكل كبير بالنسبة للإمكانيات اللي بييجي بيها. وعلى العموم ومن غير ما أطوّل عليكم، ده الRealme Note 16X وده review إن شاء الله كامل عنه. طيب خلّينا نبتدي بالتصميم والخامات، وطبعًا ما تتخيّلش وما تتوقّعش أي خامات غير البلاستيك في الفئة دي. أمّا بالنسبة للتصميم، فدي نوعية التصميمات اللي أنا باحبها الصراحة. تصميم simple، تصميم فاضي، ما فيهوش أي حاجة، ضهر flat بالكامل، مش بيبصّم ومش بيلزّق، الضهر عليه طبقة كده عاملة زي الطبقة اللي بتبقى موجودة على السكرين الجيلاتين، تخلّي ملمس التليفون ناعم وحلو، ما بيلزّقش، ما بيتوسخش، ما فيش بقى الكلام ده. عندنا من الضهر كمان حلقتين كبار جدًا للكاميرا، هي كاميرا واحدة مش كاميرتين ولا حاجة، هي كاميرا واللي تحت دي منظر، وعندنا فلاش أحادي. من تحت عندنا منفذ الشحن الType C وعندنا المايك، وعندنا منفذ السماعة ال3.5 اللي لسه موجود هنا لحد دلوقتي، وكمان عندنا سماعة مونو وحيدة. من الجنب الشمال عندنا درج الشرايح واللي بيدعم تركيب شريحتين مع كارت ميموري ال3 في نفس الوقت، ومن على اليمين عندنا أزرار التحكم في الصوت وكمان زرار الباور اللي مدمج فيه البصمة. البصمة اللي الصراحة ما واجهتش معاها مشكلة أوي، البصمة كانت سريعة، بتستجيب بسرعة، ما بتغلطش كتير، ولكن برضه لازم تفهم إن دي فئة اقتصادية، فالبصمة هنا مش بصمة صاروخية، مش بصمة ما بتغلطش، مش بصمة بتشتغل في كل الظروف، عادي ووارد إن هي تعلّق معاك مرّة أو ما ترضاش تفتح التليفون مرّة وتضطر تكتب الباسورد بتاعك. خلّينا برضه نجرّبها بالمرّة قدّامكم علشان تبقوا عارفين أنا باتكلم على إيه. فمثلًا والله البصمة سريعة بجد. فاتحة. كمان مش لازم تدوس على زرار الpower علشان البصمة تبتدي تقرا معاك، هو يكفي بس إن أنت تلمس زرار الpower والتليفون هيفتح على طول. المهم وبمجرد ما تلمس البصمة السريعة الحلوة دي، هتتفتح لك الشاشة بتاعتنا، الشاشة اللي بتيجي بمقاس 6.74 إنش بدقة HD+، وبرضه في الفئة دي ما تتوقعش إنك تاخد دقة أعلى من كده، Full HD وFull HD+ الكلام ده هيبقى صعب أوي في الفئة دي. الشاشة كمان بتيجي بمعدل تردد 90 هرتز ولكن مش شغالين طول الوقت، بمعنى إنك لمّا تدخل على الإعدادات عشان تفعّل أو تقفل موضوع الrefresh rate العالي ده، هتلاقي اختيارين قدامك، الاختيار الأول هو Auto والاختيار التاني هو 60 هرتز، فأنت مش هتلاقي مكتوب 90 هرتز أبدًا، ولكن الاختيار الAuto ده بيقول لك إن maximum أو أقصى سرعة لتردد الشاشة ممكن توصل لها هو 90 هرتز، ولكن ال90 هرتز دول ما بيبقوش شغالين طول الوقت، وبالمناسبة دي مش حاجة سلبية أوي يعني، لإن لو 90 هرتز شغالين طول الوقت ده هيأثّر على عمر البطارية، فيكفيك إن هم يشتغلوا وقت ما أنت تحتاجهم. الشاشة كمان بتيجي من نوع IPS LCD مع سطوع بيوصل لحد 560 نيتس، واللي هو طبعًا مش رقم كبير خالص، لإنه واضح جدًا إن الشاشة مش بتشتغل بأحسن كفاءة ليها تحت أشعة الشمس أو في الضوء الخارجي. كمان بحكم إن الشاشة IPS LCD وكمان HD+ بس، هتلاحظ إن على الحواف بتاعة الشاشة كده في غمقان أو في خيال، حاجة زي كده، ولكن الفكرة إن ده موجود في كل التليفونات اللي في الفئة دي تقريبًا. بعيدًا عن السلبيات فالشاشة حلوة، الشاشة سطوعها داخل بيت أو في الإضاءة الداخلية كويسة جدًا، مش بطالة، مش هتحتاج تعلّيها على الآخر أو مش هتحس إن أنت الإضاءة مش مكفياك، غير كمان إن موضوع ال90 هرتز دول مخلّيين الشاشة ناعمة أوي، سواء وأنت بتقلّب أو وأنت بتتصفح أو وأنت بتغيّر بين التطبيقات، تلاقي الموضوع ناعم وسلس معاك ما فيش فيه أي مشكلة. وبما إننا اتكلمنا عن الشاشة فخلّينا كمان نتكلم على الmono speaker اللي موجود في التليفون. التليفون بييجي معاه mono speaker سماعة واحدة بس موجودة من تحت، وما فيش سماعة ستيريو أو ما فيش سماعة تانية بتساعد السماعة اللي تحت، واللي برضه ده موجود في معظم تليفونات الفئة، ولكن في تليفونات في الفئة دي بتيجي بstereo speaker. السماعة صوتها حاد الصراحة، السماعة صوتها عالي ولكنه حاد، ما فيش فيه درجة النقاء القوية أوي، ما فيش فيه درجة العمق أو التفاصيل. realme صوته حاد أوي،
صوته فلات قوي، وده طبعا هيبان اكتر لو شغلت بقى موسيقى او حاجه فيها كذا طبقه او حاجه مركبه، هتبتدي تحس قد ايه الصوت فلات وقد ايه الصوت حاد. هو صوت عالي ولكنه حاد جدا. عموما الناس عاملين اللي عليهم وموفرين لك منفذ 3.5 علشان تجربه المشاهده ما يبقاش عندك فيها اي حجه وما يبقاش عندك فيها اي مشكله. المهم ننتقل من موضوع الشاشه وموضوع السماعه وتجربه المشاهده ونخش في تجربه الاداء. التليفون بيجي بمعالج يونيسوك تايجر تي 612. طيب ممكن تكون انت اول مره تسمع حاجه عن البروسيسور اللي اسمه يونيسوك. يونيسوك هي شركه صينيه زي معظم الشركات، يعني الصينيه دلوقتي ما بقتش شتيمه يعني ولا حاجه، ولكنها شركه متخصصه بشكل اكبر في صناعه المعالجات للتليفونات الاقتصاديه، بمعنى ان هي بتصنع معالجات اقتصاديه او رخيصه في السعر. هتلاقيها موجوده بشكل كبير في تليفونات انفينكس او تليفونات ايتل. ريلمي استخدموه في التليفون ده، وانا الصراحه لما جربت التليفون وجربت اداء التليفون ما حسيتوش بالسوء اللي انا كنت متخيله. ولكن يمكن عيب المعالج ده في حاجه واحده بس هنقولها ساعه ما نتكلم عن البطاريه، ان هو مش بيعرف يتعامل مع البطاريه بشكل اقتصادي. هنقول الكلام ده باستفاضه لما نيجي نتكلم على البطاريه. المهم ان زي ما قلنا التليفون بيجي بالمعالج اللي اسمه طويل قوي ده، مش هقوله تاني، وبيجي مع 4 جيجا رام. في نسخه كمان 3 جيجا رام، ولكن انا ما انصحش بنسخه 3 جيجا رام، ما انصحش باي تليفون اقل من 4 جيجا رام. هو ودي اقول ما انصحش باي تليفون اقل من 6 جيجا رام، ولكن التليفونات او اقل تليفون 6 جيجا رام اغلى من التليفون ده ب 4 5000 جنيه مثلا. وبما ان انا عارف ان في ناس هي مش عايزه تليفون باكتر من كده، فخلينا نقول ان اقل تليفون انت تفكر تجيبه علشان يبقى مريحك وعلشان ما يقرفكش وعلشان ما يتعبكش يبقى 4 جيجا رام. 4 جيجا رام دول اللي هم تقريبا بدايه التجربه المستقره العقلانيه، اللي هي 3 جيجا رام بقى و2 جيجا رام والكلام ده لسه موجود لحد دلوقتي. تليفونات 2 جيجا رام على فكره هي مش هتدي لك تجربه استخدام على قد ما هتدي لك حسنات. التليفون ما بقاش مستقر ابدا، التليفون ما بتعرفش تستخدمه بشكل حلو ولا بشكل سلس ولا بشكل سهل، ما بتعرفش تحمل عليه حاجات كتير، ما بتعرفش تفتح حاجات كتير، فهتاخد حسنات اكتر ما هتاخد تجربه استخدام يعني. المهم ان ال 4 جيجا رام مع المعالج ده بيوفروا لك تجربه مستقره ومريحه في جميع النواحي. نسيت كمان اقول لك ان التليفون بيجي بمساحه 128 جيجا، وال 128 جيجا دول انت ممكن تاخد منهم 8 جيجا تضيفهم على الرامات. فلما تدخل على الاعدادات وتدخل على اباوت فون هتلاقي ان الرامات مكتوب 4 جيجا رام بلس 2 او 4 او 8 على حسب اللي انت عايزه. خليني اقول لك ان الموضوع ده انا ما كنتش معترف بيه ولا زلت مش معترف بيه الصراحه. موضوع ان انت تجتزئ او تقتطع جزء من المساحه التخزينيه بتاعه التليفون علشان تضيفها على الرامات، فبدل ما انت عندك 4 جيجا رامات فانت كده المفروض عندك 12 جيجا رام. فالموضوع مش منطقي ومش مقنع او مش افكتيف، يعني مش بينعكس عليك بالقدر اللي انت تشعر بيه او تحس والله التليفون كده 12 جيجا رام، لا خالص. وخليني اقولها لكم بقى من الاخر، ما حسيتش باي فرق لما قفلت الموضوع ده او لما شغلته، انا ما حسيتش باي فرق. فالفكره الدعائيه اللي بقت منتشره من فتره ان الشركات تكتب لك والله التليفون ده 4 جيجا رام بلس 4 جيجا رام فانت كده عندك تليفون 8 جيجا رام، لا فكك من الموضوع ده. شوف التليفون كام جيجا رام بس جيجا رام وتعامل على اساس ان هي دي التجربه اللي انت هتاخدها، تجربه ال 4 جيجا رام مش تجربه 8 جيجا رام خالص. وبما ان انت جايبه في الفئه دي فانت اكيد برضو مش متوقع منه المستحيل، ولكن انت متوقع منه على الاقل ان انت تفتح منه سوشيال ميديا، تفتح منه تيك توك، تفتح منه يوتيوب، وكل الكلام ده هيعمله بمنتهى السهوله. مش بمنتهى السهوله قوي لان التليفون لو حملت عليه زياده عن اللزوم، بمعنى ان انت لو فتحت ابلكيشنز كتيره زياده عن اللزوم، التليفون بيبتدي برضو تحسه ان هو ابتدى يهنج معاك، ابتدى يعلق معاك، مش بالشكل المحبط ولا بالشكل المستفز، ولكن ما تحملش عليه قوي في فتح التطبيقات الكتير. ولكن لو انت فاتح تيك توك وبتقلب وبتتفرج الموضوع هيبقى معاك عادي، مفيش فيه اي مشكله. لو فاتح فيسبوك نفس الكلام، لو فاتح اي ابلكيشن نفس الكلام. خليني برضو ارجع وافكرك اني قلت ان دي مش احسن تجربه ولا دي احسن امكانيات، ولكنه كان احسن سعر بالنسبه لي. المهم ان التليفون ده حتى في تجربه الالعاب كان نوعا ما مستقر. فمعظم الالعاب العاديه بعيدا عن بابجي او كول اوف ديوتي او الكلام ده هتشتغل معاك بمنتهى السهوله، مفيش فيها اي مشكله. وحتى بابجي نفسها هتشتغل معاك برضو مفيش فيها اي مشكله، ولكن هتضطر انك تقلل الاعدادات او السيتنجز بتاعت الجرافيكس على الاخر. هتلعب اللعبه عادي، اللعبه هتكون سموز، اللعبه مش هتلاقيها بتقطع، الحركه فيها مش اسلس حاجه في الدنيا، ولا هي دي اكيد احسن تجربه ممكن تاخدها في اللعبه دي. ولكن لو انت عايز تلعب بابجي او لو انت بتتساءل هل التليفون ده ممكن يشغل بابجي او لا، هيشغلها عادي مفيش فيه اي مشكله. وعلى العموم بابجي ما بقتش هي المرجع اللي انا اقيس عليه والله لو اللعبه لو بابجي بتشتغل على التليفون ده فخلاص اي لعبه هتشتغل، لا. ولكن الواحد بيقيس عليها بما ان هي اشهر حاجه او اكتر حاجه ممكن تكون الناس بتلعبها. على العموم وملخصا كده، اداء التليفون ده بالنسبه لسعره ما كانش محبط خالص، بالعكس كان اداء مستقر جدا، اداء متوازن جدا، اداء مش هيقرفك ولا هيخليك تحس انك مش قادر تعمل حاجه بالتليفون ده. ولكن اللي فعلا هيقرفك واللي فعلا هيعصبك واللي هيخليك تحس انك مش قادر تعمل حاجه بالتليفون ده
هي تجربه الكاميرات او اداء الكاميرات. اداء الكاميرات انا ممكن ما اتكلمش عن ارقام خالص، ولا اقول لك 8 ميجا بكسل ولا 12 ميجا بكسل، ولا اقعد ارغي معاك في وجع دماغ ملوش لازمه، ولكن اقول لك ان تجربه الكاميرات هنا محبطه بنسبه كبيره، مش محبطه للغايه ولكن بنسبه كبيره محبطه. مبدئيا انسى التصوير الليلي، انسى موضوع التصوير بالليل ده خالص، سواء الكاميرا الاماميه او الخلفيه. الموضوع صعب جدا، والموضوع مش هيرجع عليك باي عائد ينفعك. الصور اللي هتاخدها هتبقى وحشه جدا، الفيديوهات اللي هتاخدها هتبقى وحشه جدا، وبالتالي تجربه التصوير الليلي ممكن نركنها على جنب وما نتكلمش فيها خالص، اعتبرني اتكلمت فيها. تجربه التصوير بالنهار او تصوير في اضاءه حلوه زي اللي انا فيها دي، ممكن نقول عنها ان هي اقل من المقبول بشويه. ولو انت بتحب الارقام فخليني اقول لك ان التليفون ده بيجي بكاميرا وحيده بدقه 8 ميجا بكسل، والكاميرا السيلفي بدقه 5 ميجا بكسل. فلو انت عندك اولويات للتليفون اللي انت عايز تشتريه في الفئه الاقتصاديه تحديدا، ومن ضمن اولوياتك دي هي الكاميرا، فخلي التليفون ده اخر اختيار ليك. لو انت عايز تليفون شكله حلو، لو انت عايز تليفون اداؤه كويس، لو انت عايز تليفون شاشته مناسبه، يعني رتب اولوياتك كده. لو الكاميرا مش من ضمن اولوياتك اشتري التليفون ده، لو الكاميرا من ضمن اي اولويه من اولوياتك خليه اخر تليفون. الصور باهته جدا، الصور الكواليتي بتاعتها قليله جدا، الصور مفيش فيها اي نوع من انواع التفاصيل، مفيش فيها اي نوع من الحيويه او حلاوه الالوان او اي حاجه. هل التليفون يعني ما بيصورش؟ لا، التليفون بيصور، ولكن صور مش اللي انت تقول والله انا معايا التليفون اعتمد عليه او اتصور بيه، او ان هي صور هتقدر تستخدمها بقى على الفيسبوك والانستجرام والكلام ده. لا، هيبقى صعب الموضوع شويه. مش هطول في موضوع الكاميرا لان انا مش بجيب تليفون في الفئه الاقتصاديه ومتوقع منه كاميرا خارقه. ممكن ابقى منتظر منه خامات حلوه، ممكن ابقى منتظر منه شكل كويس، ممكن ابقى منتظر منه شاشه بتردد سريع 120 مثلا او 90، ممكن ابقى منتظر منه اي حاجه. ولكن مفيش اي تليفون في الفئه الاقتصاديه انا ببقى جايبه ومنتظر منه اداء في الكاميرات يبقى خرافي او يبقى كويس. ببقى دايما عامل حسابي ان اداؤه هيبقى اقل من المتوسط، ولكن ده اقل من المتوسط بشويه حلوين. خليني بقى دلوقتي اكلمك على شويه مميزات موجوده في التليفون، او تحديدا موجوده في السوفت وير اللي هو ريلمي يو اي، والحقيقه مميزات لذيذه ومفيده، وده المهم بالنسبه لي. انا ما بعتمدش او ما بهتمش قوي بالمميزات الحشو، المميزات اللي هي ملهاش لازمه، ولكن لو ميزه مفيده، ميزه هستخدمها او ميزه هتقدر تساعدني في الاستخدام اليومي للتليفون، انا الصراحه بحبها او بفضل الميزه دي اكتر. خليني برضو اقول ان السوفت وير بتاع ريلمي هو خفيف ولذيذ، مناسب قوي على البروسيسور، ولكن المشكله فيه ان هو هينزل لك معاه كميه ابلكيشنز كتيره ملهاش لازمه. فانت اول ما تجيب التليفون وتفتحه هتلاقي بقى كميه ابلكيشنز ملهاش لازمه، ابتدي امسحها. لان برضو لازم تاخد بالك او لازم تكون فاهم تليفون في الفئه الاقتصاديه وابلكيشنز كتير بيتناسبوا عكسيا مع بعض. حاول ما تملاش التليفون زياده عن اللزوم بحاجات انت مش محتاجها. اول حاجه ممكن تعملها انك تدخل على الديسبلاي وتفعل الدارك مود مباشره. ليه تفعل الدارك مود؟ لان اللايت مود او المود الفاتح او الابيض ده اللي بيبقى موجود في كل حته في الشاشه دي تحديدا، وبما ان هي كثافه البكسلات فيها مش كتيره فبيوجع العين شويه. يعني لو انت عامل التليفون على الوضع اللي هو اللايت مود او الوضع الافتراضي اللي التليفون هيجي بيه، ومثلا معلي الاضاءه على الاخر وفضلت شايف اللون الابيض ده قدامك كتير، هتحس ان عينك وجعتك وابتدت تزغلل. فاولا فعل الدارك مود هيبقى اهدى شويه والطف على عينك. ثانيا حاول ما تخليش البرايتنس عاليه على الاخر على طول. طبعا الريفريش ريت اتكلمنا عنه، تقدر تقفله او تشغله برده من الاعداد او الديسبلاي سيتنجز. ولو نزلنا خطوتين هنلاقي سبيشال فيتشرز، وهنا بقى نلاقي شويه لعب ممكن نلعب فيه. اول حاجه او اول اختيار قدامنا اسمه ميني كابسول، وميني كابسول ده دايناميك ايلاند، بس هم مسمينها حاجه مختلفه. يعني هي دايناميك ايلاند مش اكتر من كده، ولكن دايناميك ايلاند على الضيق، بتشتغل بس لما البطاريه تنزل عن 20% او التليفون بيشحن. هي مش بتفضل شغاله، هي بتنبهك بس ان التليفون بيشحن. كمان بتشتغل وانت مشغل اغاني، ممكن تظهر لك الطقس، يعني شويه حاجات خفيفه كده ما تقدرش تقول عليها ان هي دايناميك ايلاند بالمعنى اللي قبل نشرته في المجتمع، ولكنها هي مش مفيده قوي، ولكن شكلها لذيذ. كمان انت ممكن تقفل الاغاني او تقفل اللي انت مشغله منها. عندك كمان دايناميك باتون، والدايناميك باتون ده تقدر تقفله برده وتشغله، وهو الزرار بتاع الباور، فتقدر تسحب عليه لتحت او لفوق عشان تعلي وتوطي الصوت، او تقدر تخليه يشتغل زي سلايدر تقلب بيه في الشاشه. يعني بدل ما تلمس الشاشه تلمسه هو كده، تمشي صباعك على زرار الباور لفوق كده. ولكن برضو علشان اكون صريح معاك ما كانتش فعاله قوي، يعني لمسه ولمستين لا، لمسه ولمستين لا، فمقرفه
ومش مفيده، خليها احسن لموضوع تعليه وتوطيه الصوت، مفيده اكتر. المهم يعني ان في كذا بقى اختيار للموضوع ده، دبل تاب، لمستين، تسلايد اب وداون، شويه حاجات كده اهو. لما جربتها لقيت فيها حاجه او اتنين لذيذه، من ضمنهم موضوع تعليه وتوطيه الصوت ده. عندنا ايه كمان؟ عندنا حاجه اسمها اير جيستشرز، واقفلها ما تشغلهاش، مش شغاله. جربتها حاولت معاها كتير قوي، هيقعد يقول لك بقى اعمل ايدك كده واعمل كده واعمل كده، ما اشتغلتش. عندنا حاجه كمان اسمها اب لوك، ودي موجوده في تليفونات كتير، وممكن تنزل لها برامج خارجيه، ولكن عشان ما تتعبش نفسك هم ضايفينها لك هنا، وشغاله الصراحه بشكل لذيذ. تخش تعمل باسورد، والابلكيشن اللي انت هتحدده هيتقفل بالباسورد ده، محدش يقدر يفتحه غير لما يدخل الباسورد. عندنا هايد ابس، لو عايز برضو تخفي ابلكيشنز بتدخل على الاعداد ده وتخفي الابلكيشن، وعلشان تظهرها بتدخل على الكول وتكتب رقم معين، نجمه 011 بقى شباك ولا ايا كان الرقم اللي انت هتعمله، علشان يظهر لك الابلكيشنز دي. حركه صايعه الصراحه. في برايفت سيف برضو، علشان لو في صور او اي حاجه في الجاليري عايز تخفيها او تبقى متسيفه في فولدر لوحدها، موجود برضو الاختيار ده. عندنا كمان سمارت كنترول، لما تنزل تحت شويه كده عندنا حاجه اسمها سمارت كنترول، واول حاجه فيها هي سكرين اوف جيستشرز. سكرين اوف جيستشرز دي بقى بتعمل ايه؟ عندك فيها 3 اختيارات. اول حاجه دبل تاب تو ويك، يعني لو الشاشه مقفوله كده اهو تخبط خبطتين فالشاشه تفتح. في حاجه كمان ارسم حرف الفي، ارسم 7 علشان الفلاش يشتغل. ممكن نعمل كده ما اشتغلش كده. عايز اقول لكم حاجه بقى في الموضوع ده، هو اشتغل اهو. احيانا تشتغل بسرعه جدا، تشتغل كويس جدا، بدقيقه جدا، مفيش فيها اي مشكله، واحيانا ما تشتغلش خالص. احيانا بقعد بقى واشقلب الفي واعمل اتشقلب على التليفون، مفيش، ما بتشتغلش. فالحقيقه انا مش عارف ايه المشكله، لان هي احيانا بتشتغل بسرعه جدا، بتشتغل كويس جدا. اشتغلت، ما اشتغلتش، اشتغلت. ممكن كمان تكتب حرف الاو كده علشان يفتح الكاميرا، دي بقى ما بتشتغلش اكتر، على الرغم ان هي اسهل. يعني اقعد اعمل الكحك ده كتير برضو الكاميرا مش هتفتح. المهم يعني ان هي موجوده وانت وحظك، جرب، اشتغلت معاك اشتغلت، ما اشتغلتش خلاص. يعني لو حبيت تاخد سكرين شوت، بتسحب ب3 صوابع كده على الشاشه، ياخد سكرين شوت، ودي الصراحه شغاله، ما هنجتش معايا ولا مره، ما فيش فيها اي مشكله. في اختيار كمان انك لما ترفع التليفون، او لو انت سايب التليفون على المكتب ولا حاجه، مجرد ما ترفعه الشاشه تنور لوحدها. ما تشغلهاش، ما بنصحش بيها، علشان التليفون مش دايما بيبقى فاهم ان التليفون محطوط على حاجه وانت رفعته علشان تشوف، او عشان انت عايز الشاشه تفتح. فهتلاقي لو التليفون في جيبك ممكن يفتح لوحده، لو التليفون انت ماسكه في ايدك وبتتحرك يفتح لوحده، وده طبعا بيستهلك من البطاريه اللي اساسا ادائها عليه علامه استفهام. انا عمال اشوقك علشان لما نيجي نتكلم على البطاريه. المهم كمان عندنا بقى في الاباوت فون موضوع الرامات دوت. اول ما تخش هتلاقي ان الرامات مكتوبه 4 جيجا رامات بلس 8، خليها بلس 4، خليها بلس 2، اقفلها خالص. صدقني الموضوع ده ما بيفرقش. خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن اداء البطاريه. يعني دلوقتي الفلاش اشتغل وانا ما كتبتش اي حاجه، ماشي، نتكلم عن اداء البطاريه واداء الشاحن الاثنين مع بعض. خليني بس الاول قبل ما نخش على موضوع البطاريه، عشان انا نسيت اقول لك ان العلبه بيجي لك فيها الشاحن والوصله وكفر وسكرين راكبه على الشاشه كمان. والصراحه انا بحب الموضوع ده قوي، بالذات في الفئه الاقتصاديه. يعني بحب الشركه اللي هتوفر تليفون في الفئه الاقتصاديه توفر لي فيه كل لوازمه وكل حاجاته. مفيش غير شركه واحده بس هي اللي بتضيف حاجه زياده، هي انفينكس، بتضيف السماعه كمان، وده انسب حاجه لاي تليفون في الفئه الاقتصاديه. اصل اللي بيشتري تليفون في الفئه الاقتصاديه ب 4000 جنيه، ب 5000 جنيه، ب 6000 جنيه، هو مش عايز يوجع دماغه كمان بعد ما يشتري التليفون انه لسه عايز يجيب له شاحن ويجيب له وصله ويجيب له جراب ويجيب له سكرينه ويجيب له قصص. ولكن بالمنطق قوي، تليفون اقتصادي بسعر اقتصادي، المنطقي ان انت توفر لي فيه كل حاجه. ما ينفعش تديني التليفون او علبه التليفون فاضيه فتضطرني ادفع 1000 جنيه زياده على التليفون اللي انا جايبه اساسا في الفئه الاقتصاديه عشان اجيب بقى بقيه لوازمه، الشاحن والوصله والجراب والقصص بتاعته. المهم خلينا نقول ان البطاريه دي بتتوفر او بتيجي بمساحه، مش بمساحه، البطاريه ما بتجيش بمساحه، بتيجي بحجم 5000 ملي امبير. واللي بالمناسبه 5000 ملي امبير في الوقت الحالي بقى رقم مش كبير. يعني 5000 ملي امبير ده بقى تقريبا هو الستاندرد دلوقتي، او هو البدايه، ولكنه مش العادي. لا، العادي دلوقتي ان بقينا نسمع ارقام اعلى من كده واعلى من كده بكتير. المهم ان 5000 ملي امبير دول المفروض على شاشه بالدقه دي، بالسطوع ده، بمونو سبيكر، بتليفون ما فيهوش حاجات كتير قوي توجع دماغ البطاريه، يكون ادائها احسن من كده شويه الصراحه. وده اساسا لان التليفونات اللي في الفئه الاقتصاديه معروف عنها
عنها ان اداء بطاريتها بيبقى حلو، وده مش شطاره منهم، ولكن هو الموضوع منطقي. البطاريه اللي في التليفون ده هي اللي موجوده في التليفون اللي اعلى منه، هي اللي موجوده في التليفون اللي في الفئه المتوسطه، هي نفس التكنولوجيا تقريبا. انا بتكلم على تكنولوجيا البطاريه مش تكنولوجيا الشحن. فبما ان هي نفس التكنولوجيا، فالبطاريه ال 5000 ملي امبير هنا هي نفس البطاريه ال 5000 ملي امبير في التليفون الاغلى او الاعلى او اللي بيستخدم تقنيات احدث. فبما ان التليفون الغلبان الجميل ده بيجي بشاشه على قد حاله، وبيجي بسماعه هي مونو وحيده، وما بيجيش باي بهرجه ولا اي وجع دماغ، فبيبقى العادي ان اداء البطاريه بيكون حلو او احلى من العادي. ولكن هنا البطاريه ادائها متوسط. مش هقول لك البطاريه ادائها كارثي او البطاريه ادائها وحش، صعب ان انت تلاقي تليفون في الفئه دي يكون اداء بطاريته كارثي. او لو انا هتكلم من وجهه نظر الشخص اللي بيشتري تليفون في الفئه الاقتصاديه، فبتبقى البطاريه حاجه من ضمن اولوياته. مش عارف ليه، بس هي دايما بتبقى البطاريه من ضمن اولوياته. فلو انت مش هتديني اروع شاشه في الدنيا، هتديني كاميرات ميته خالص، هتديني خامات بلاستيك، على الاقل تديني بطاريه ادائها كويس. فاداء البطاريه هنا هيكمل معاك يا دوبك اليوم. طيب هل ده وحش؟ لا مش وحش، ولكن العادي في الفئه دي ان التليفون بيقعد اكتر من كده. ليه بيقعد اكتر من كده؟ بحكم ان التليفون ده ولا هو تليفون الالعاب ولا هو تليفون الاستخدام الشاق. فالعادي والطبيعي ان البطاريه لا، ممكن تقعد يوم مستريح او تقعد اكتر من يوم كمان. ولكن التليفون هنا البطاريه يا دوبك هتقعد معاك اليوم. دي بقى مش مشكلتي، انا مشكلتي في الشحن، وتحديدا في سرعه الشحن. سرعه الشحن هنا في التليفون ده 10 واط، والشاحن اللي هيجي لك في العلبه هو شاحن قدرته 10 واط. بمعنى ان التليفون دول او ال 5000 ملي امبير دول هيشحنوا لك في ساعتين وشويه. ساعتين وشويه ده بالميت، وده رقم بالنسبه للزمن الحلو اللي احنا فيه ده هو رقم كبير كبير حبه. فلما انت تحط لي شاحن قدرته 10 واط في العلبه، فالموضوع بعيد قوي. التليفون فعلا ممل قوي في شحنه، بيقعد ساعتين وشويه زي ما قلت لك علشان يوصل من 0 ل 100%. ولو ان اول 50% بيشحنوا بسرعه شويه، يعني اول 50% مش هتحس قوي معاهم بعجز ان ده التليفون بيشحن بقوه 10 واط. ولكن ال 50% الباقيين بقى، وتحديدا من 80% ل 100%، هيبقى كأنك بتنفخ كاوتش عربيه ببقك. الموضوع ممل، ومش ان انت تستنى التليفون يشحن، لا انت هتوصله في الشاحن وتسيبه تنساه. طيب اجمالا التليفون حلو، والتليفون حلو بناء على سعره. وعلشان تبقى معايا في الصوره، التليفون ده بيتوفر بنسختين، نسخه 3 جيجا رام ونسخه 4 جيجا رام. النسخه 3 جيجا رام سعرها 5600 جنيه تقريبا، والنسخه ال 4 جيجا رام اللي هي معايا النهارده سعرها 6100 جنيه. واللي بالمناسبه ده مش ارخص تليفون تقدر تشتريه، في تليفونات ارخص من كده بكتير. ولكن زي ما قلت لك ما تفكرش او حاول على قد ما تقدر ما تجيبش تليفون اقل من 4 جيجا رام. ولو انت بتستخدم تليفون في الفئه الاقتصاديه، عايزك تكتب لي في كومنت اولا ايه اكتر حاجه بتهمك في التليفون بتبقى انت محتاجها او عايزها في التليفون، وايه اكتر حاجه موجوده في التليفونات الاقتصاديه بتضايقك وعندك فيها مشكله. وفي الاخير لو الحلقه دي عجبتك واستفدت منها باي شكل من الاشكال، ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وسلام.